السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي نلقاكم في احسن الاحوال وعواشر مبروكه. جبت لكم عطريه ديال العيد الكبير. تبعوا معايا المقادير ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نبداو اول حاجه بالثومه اللي كنفزقها ليله قبل وكنخليها كتفزق مزيان، ومن بعد كندوز كنقشرها باش ما كتعذبنيش في التقشير ديالها. كنخليها كتنشف واحد شويه وعاد كندوز باش كنحضر العطريه ديالي. بالنسبه للعطريه عندي تحميره، عندي الكمون، عندي الملحه، عندي السودانيه، عندي الثومه والمهراز. هاد العطريه هادي ضروري كنحضروها بالمهراز. غادي نبدا اول حاجه بالثومه اللي كنوضع جهد 4 ديال المعالق كبار ديال الثومه في المهراز، وكندير عليهم معلقه ديال الملحه. صافي كندقها مزيان حتى كتدق ليا ديك الثومه ما كتبقاش مفرشه. عاد من بعد كندوز كنحط كنوضع عليها العطريه اللي بقات. ها نتوما هي كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جات. وضعت عليها معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحار وكاين اللي ما كيبغيش. صافي كندقها مزيان حتى كتدق. انا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. صدقوني هاد الاقامه هادي راه هي المعتمده عندي، كنحضرها ديما في العيد الكبير. كنبدا بها هي اول حاجه ملي كيبقى العيد ديك 4 ايام. صافي كنوجدها وكنوضعها في قرعه ديال الدجاج، كنسد عليها وكنحطها في شي بلاصه بارده ما كتخسر ما حتى شي حاجه بلا ما نحتاجو نديروها في الثلاجه. دابا ها هي وجدت ديال الضلعه، وجدت ديال القديد، ووجدت باش كنشبيو الكبده. صدقوني هاد العطريه هذه راه هي المعتمده عندي. كنتمنى تكون نتوما المعتمده عندكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع العائله ومع الصحاب باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وان شاء الله من هنا لقدام غادي نحضر معكم جميع الاسرار ديال العيد الكبير كيفاش كندوزوه. الى اللقاء لفيديو اخر.